السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل فراخ مشوية. تمام؟ معانا هنا فرختين، وهنعمل كمان صينية بطاطس. تعالوا بقى نقطع الفراخ علشان ننقعها الأول ونغسلها. هنا بقى قطعنا الفراخ اهو قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. الصدر قطعته 2 والورك قطعته 2 برضو اهو. تمام كده بقى هنجيب ايه طبعا نحطه في محلول النقع بتاعه، نغسلها كويس قوي. معانا هنا ليمونتين، ومعانا معلقة دقيق، ومعانا معلقة جنزبيل وشوية ملح. تمام هنغسلهم، نغسل الفراخ بيهم. نبدأ بقى نحطهم كده. تمام عليهم الليمون كده زي ما انتوا شايفين. الدقيق والجنزبيل هيضيعوا الزفرة اللي فيهم خالص. تمام اي حاجة عندك تتعمل فراخ او بط او كده تحطي عليها جنزبيل هيظبطها لك خالص، هيضيع الزفرة منها خالص. زي ما انتوا شايفة كده. تمام كده حطينا عليهم شوية مية، ونبدأ بقى نسقط الفراخ في المية، ملح بالليمون بالجنزبيل ده. تمام ونسيبهم مثلا ساعة ولا حاجة يبقى منقوعين فيها. شايفين كده. سيبهم بقى شوية وبعدين نغسلهم ونصفيهم. وهنا بقى بعد ما قطعناهم وغسلناهم وصفيناهم كويس جدا هنعمل لهم التتبيلة بقى. التتبيلة عبارة عن ايه؟ طماطماية مبشورة، وبصلاية مبشورة برضو، وتوم، ومعلقتين زبادي وليمونة. تمام وهنا معانا برضو ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبابريكا. معانا كمان شوية معلقة عسل اسود. معانا شوية زيت. بس كده كده. تمام ونسيبهم بقى في التتبيلة بتاعتهم دي مثلا ساعتين 3 4. كل ما تسيبيهم اكتر كل ما يبقى طعمهم جميل جدا. لكن لو مستعجلة زي حالاتي كده فكفاية ساعتين 2 بس. تمام هنقلبهم كويس جدا بقى ونسيبهم لحد ما يتبلوا شوية. وهنا بعد ما اتبلت هنجيب صينية او شواية او اي حاجة ما توقفيش نفسك يعني، ونبدأ نرصها فيها. نبدأ نرص نفس زي ما انتوا شايفين كده.
كده رصينا كل الكمية اللي معانا في الشواية، ونحط بقى التتبيلة اللي باقية منها دي كده عليها. ونقفل عليها كده وندخلها بقى ايه، وندخلها الفرن. ندخلها الفرن بقى كده نص ساعة، بعد كده نرجع لكم تاني. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية البطاطس المحترمة دي. معانا هنا صينية على النار، وهنحط عليها معلقة سمنة، وبصلة طبعا مقطعة صغيرة، وتوابل زي ما انتوا شايفين كده. هنتبلها بس يعني ايه، تتبل بس كده. حط معاها توم مفروم، يتبلوا بس كده مع بعض. ننزل عليهم بقى بقرن فلفل كده متقطع، ننزل بقى بالبطاطس. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. قلب كله بقى كده مع بعض. انا بقى ده اختياري، عايزين تحطوا مثلا ده كوماكي من ده حطوا، مش عايزين خلاص براحتكم يعني، ده اختياري مش اجباري يعني. وننزل بقى بالصلصه بتاعتنا الجميله دي. هنسيبها بقى تغلي، ولما تغلي هنبدأ ندخلها الفرن. بصوا بقى هنا الفراخ استوت ازاي من الوش ده. هنبدأ بقى نقلبها على الوش التاني علشان نحمرها برضو. قلبتها على الناحية التانية بس تتحمر برضو. بص الفراخ هنا كمان استوت اهي من الجنبين، الجنب ده والجنب التاني. تمام، بصوا حلو قوي ازاي ما شاء الله. بصوا هنطلعها بقى نحط صينية البطاطس. ادي صينية البطاطس كمان حطيناها في الفرن تستوي بقى، وارجع لكم تاني. بصوا بقى البطاطس هي استوت تمام، والفراخ كمان استوت وطلعناها من الفرن. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم يعني حلوه ازاي. بصوا جميله جميله جميله. بصوا عامله ازاي، بصوا
وهنا بقى الفراخ. احنا طبعا زي ما قلت لكم انا دخلتها الاول على الوش ده، وبعدين رحت راجعه طلعتها من البتاع ورجعتها تاني على الوش ده التاني ده، بحيث ايه تبقى مستويه او متحمره من الجنبين يعني. بصوا بصوا ان شاء الله. بصوا جميلة جدا فوق ما تتخيلوا، وطعمها حكاية. بصوا بصوا من هنا من قدام. بصوا اللهم بارك، يعني حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة. وهنا بقى بصوا بقى شوية الرز دول حاجة كده حكاية ما شاء الله. اتفضلوا معانا بقى. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة، ولو عجبك الفيديو دعوة حلوة بظهر الغيب. سلام.